السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي سعادة وفي احسن حال. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. بس النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية. الفيديو بتاعنا النهاردة مش روتين ولا تفريزات ولا مشتريات. الفيديو بتاعنا النهاردة بنذكر بعض. طبعا النهاردة الخميس، والخميس النهاردة مش زي اي يوم خميس. النهاردة ليلة النصف من شعبان، فخلوا بالكم اللي زعلان من حد يسامحه علشان ربنا يعفو عنه، علشان ربنا يعفو عننا. ما يجراش حاجة لو احنا سامحنا بعض. لو في حد زعلان من التاني ما تزعلوش من بعض عشان تنالوا عفو ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في ليلة النصف من شعبان دي ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كل الناس إلا في حالتين: المشرك بالله والمشاحن. والمشرك بالله ده احنا ملناش دعوة بيه لأن احنا مسلمين والحمد لله موحدين بالله. أما المشاحن بقى هو ده اللي بنتكلم عليه. لو انت زعلانة من حد ما تزعليش، سامحيه لله علشان تنول عفو ربنا سبحانه وتعالى في الليلة دي. الليلة دي ما بتجيش غير كل سنة، حافظوا عليها واعملي لك كده جدول تمشي بيه اليوم ده. اقروا قرآن. الليلة ديت بتبتدي من المغرب، فانت ابتدي بقى من المغرب لما للفجر وانت قاعدة كده ما شاء الله بتذكري ربنا. صلي الصلاة في أوقاتها، صلي على النبي كتير عليه أفضل الصلاة والسلام، صلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقرأي كده، حاولي تقرأي لك كده جزء جزئين، ولو كترت طبعا ده في ميزان حسناتك وبتنولي بيه حسنات أكتر. اليوم ده يوم عظيم، اوعى تضيعيه من ايديك. وطبعا في منكم كتير هيبقى صايم ان شاء الله، فهيؤجر على صيام، لان افضل شيء ان العمل يطلع وانت صايمة. فربنا يا رب يبارك لنا في اليوم ده ويعفو عنا جميعا يا رب العالمين. والعفو من ربنا كأنك ما أذنبتيش قبل كده، كأنك ما عملتيش ذنب. ربنا يا رب ينولنا عفو ورضاه. اقعدي كده من ساعة المغرب، صلي المغرب واقعدي في المصلى بتاعك، افرشي كده السجادة بتاعتك في مكان هادي، وخلي اليوم ده كده بينك وبين ربنا، وادعي، ادعوا كل اللي نفسك فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل كلمة احنا بنقولها، ومن يصدق الله الله يصدقه. طالما ان انت بتدعي وعلى يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الملك وهو اللي قادر يعمل لك كل حاجة وهو القادر على كل شيء، فاعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك. اذكري الله كتير وسبحي الله كتير. اليوم ده يوم عظيم. اوعوا تتلهوا في البيت، اوعوا تتلهوا في شغل البيت. سيبي كل حاجة النهاردة، سيبي كل حاجة. حتى لو عندك غسيل، عندك تنظيف، عندك كده، سيبي كل حاجة من أذان المغرب كده واقعدي. اليوم ده يستاهل ان احنا نقعد كده في المصلى بتاعنا ونقعد نذكر ربنا. صلي المغرب واقعدي كده في مصلاكي واقري قرآن كتير وصلي على النبي كتير عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد كده
أما العشاء تدن صلي، ويا ريت تصلي قيام الليل بعدها، علشان لما نيجي نصلي بالليل بقى نبتدي صلاة الساعة 12 صلي تهجد. ولو ما انتش قادرة تصلي بعد العشاء ابتدي صلاة قيام الليل من الساعة 12. بس اوعي تنسي برضو انك تقعدي في الليل وقبل الفجر انك تقعدي تصلي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. اذكري الله كتير، اوعي تغفلي عن اليوم ده. ربنا يا رب يعفو عنا وعنكم ويتقبل منا ويغفر لنا، اللهم امين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بخير فيديو جديد ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.